السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد مع اخوكم محمد عمر. زي ما احنا شايفين بقى لنا كام يوم كده سلسله تسريبات رهيبه جدا لسلسله الايفون 15 الجديده. تقريبا كل حاجه دلوقتي بقت معروفه عن الهواتف الجديده اللي هيتم الاعلان عنها يوم 13 سبتمبر. في العاده ابل بتفاجئنا بحاجات كتير جدا في المؤتمر، يعني مش الشركه اللي بتسرب زي سامسونج او زي اي حاجه. تقريبا بيبقى المؤتمر ملوش اي لازمه، بنبقى عارفين كل حاجه عن الهواتف قبل ما يتم الاعلان الرسمي عنها. ولكن شركه ابل مش المعتاد بتاعها الكلام ده، ولكن في تسريبات قويه جدا هنعرفها في فيديو النهارده، حاجات حماسيه جدا وقويه جدا. فاتاكد ان انت تتابع الفيديو للاخر عشان تعرف كل حاجه عن سلسله الايفون 15 الجديده. مبدئيا كده زي ما احنا عارفين السلسله بتضم 4 هواتف، وهما الايفون 15 والايفون 15 بلس والايفون 15 برو والايفون 15 برو ماكس. الهاتف البرو ماكس زي ما احنا متعودين في الاجيال السابقه ممكن يكون اسمه في السلسله دي الترا، ايفون 15 الترا، ممكن مش اكيد. ومعلومه قويه جدا كمان يا جماعه، الشركه اللي هتزود السلسله الجديده بتاعت الايفون 15 بالشاشه بتاعته الجديده هي شركه ال جي. هتبقى شاشات من نوع ال تي بي او اوليد، تبقى حاجه طبعا قويه جدا، تعاون قوي جدا مع ال جي. وبالنسبه بقى لمقاسات الايفون 15 العادي هيكون مقاسه 6.1 بوصه، والنسخه البلس هتبقى 6.7 بوصه، هيبقى تليفون حجمه كبير فعلا. والنسخه البرو العاديه هتبقى 6.1 بوصه برضو، والبرو ماكس او البرو الترا بقى هتبقى 6.7 بوصه برضو. والشاشات كلها معدل التحديث بتاعها هيكون 120 هرتز. ومن المتوقع ان الشاشات بتاعه النسخ البرو والبرو بلس او البرو ماكس هيكون السطوع فيها اعلى من النسخ بتاعه ال 15 العاديه. وكمان في النسخ البرو هيكون الحواف اقل شويه من النسخ العاديه كالمعتاد عشان يميز الديزاين بتاع البرو بتاع النسخ البرو. والنسختين البرو هيجوا مع المعالج الجديد بتاع ابل الاي 17 بايونيك، واللي بيجي بمعماريه حديثه جدا طبعا 3 نانومتر، حاجه قويه جدا جدا. اما للاسف بقى ال 15 وال 15 بلس ففي اخبار بتقول ان هم هيجوا مع المعالج القديم الاي 16 بايونيك، وهو طبعا ستيل معالج قوي جدا 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 كان موجود في نسخ البرو بتاع السنه اللي فاتت. فدي برضو حاجه مش تقلل من قوه الايفونات ال 15 العاديه. والنسخ البرو هتبدا بمساحات تخزين 256 جيجا، مفيش 128، مع 8 رامات، ومساحه التخزين هتوصل معاك لحد 2 تيرا 2 تيرا. مع النسخ البرو تقدر تشتري نسخه 2 تيرا. ولكن في ظل الاسعار بتاعت الهواتف دي ما اعتقدش ان حد هيوصل لنسخه ال 2 تيرا غير الناس قليله جدا، وما اعرفش مين هيكون محتاج في التليفون بتاعه 2 تيرا يعني، بس في الناس اكيد هتعمل كده. البطاريه بقى، تسريبات البطاريه من اهم التسريبات اللي الناس كلها بتسال عنها كل سنه، عايزه تعرف تجيب انهي. في ناس على فكره ما بيهمهاش الشاشه ومش عارف ايه، وان يكون معايا برو او يكون معايا عادي، المهم بالنسبه له البطاريه. في ناس بيهمها الموضوع ده جدا جدا جدا، لان في ناس عندها هاجس من الهواتف ال6 وال6 بلس والحاجات اللي كانت البطاريه بتاعتها بتخلص بسرعه دي وبتمشي بباور بانك عاده، فاكرين احنا الايام دي اكيد. دلوقتي بقى في ناس بيهمها موضوع البطاريه جدا، عايز افضل بطاريه في الاربع هواتف وهيشتري التليفون ده او يشتري الهاتف ده. فانت معاك بقى الايفون 15، حجم البطاريه بتاعته هيكون 3877 ملي امبير، ده رقم كويس على الهاتف ابو 6.1 بوصه. اما البلس بقى فهيكون حجم البطاريه 4912 ملي امبير، ده حجم بطاريه كبير من ابل، مش متعودين على الارقام دي منهم. والايفون 15 برو بالمعالج الجديد الاي 17 بايونيك، طبعا 3 نانومتر، موفر جدا في الطاقه، فحجم البطاريه هيكون 3650 ملي امبير مع النسخه ال 15 برو. ونسخه البرو ماكس بقى هيكون حجم البطاريه فيها 4852 ملي امبير. واخيرا بقى الحاجه اللي الناس يعني تعبت وهي مستنياها، الهاتف ان شاء الله مؤكد هيجي فيه منفذ تايب سي. وفي انباء كده قريتها، بس مش لو عرفت اجيب المعلومه هكتبها لكم دلوقتي، في شريحه هتضاف مع التايب سي هنا هتخلي سرعات الشحن كانها ثاندر بولت، هتبقى حاجه مش تقليديه، مش تايب سي تقليدي من اللي الناس بتحطه عادي طبيعي بقى لها سنين. احنا عارفين قبل لما بتحب تحط حاجه بتعمل حاجه قويه جدا. هحط لك المعلومه اللي عرفت اجيبها دلوقتي قدامك على الشاشه. فاستعدوا بقى يا جماعه للتايب سي في النسخ الجديده. اما بقى بالنسبه لتسريبات الكاميرات، فالتسريبات بتقول ان العدسه الرئيسيه هتكون 48 ميجا بكسل في الايفون 15 العادي بفتحه عدسه اف 1.78، والعدسه دي هيكون فيها او اي اس مثبت بصري، وهتدعم ال2 اكس، هتقدر تقرب مرتين بدون ما تخسر اي تفاصيل في الصوره خالص. اما بقى النسخ البرو فهتدعم تصوير لحد 8K. وفي لقطه كده هيميزوا بيها البرو ماكس، هيضيفوا له عدسه مش موجوده في البرو او في النسخ العاديه، وهي عدسه البايروسكوب، هتقدر تعمل لحد 6x زوم حقيقي. دي حاجه هنشوفها بقى تبقى عامله ازاي، طبعا هتبقى حاجه قويه جدا جدا، هتقدر تقرب 6 مرات بدون ما تفقد اي تفاصيل في الصوره خالص، هتبقى
هيبقى زوم حقيقي اكيد، فدي حاجه حماسيه جدا. هنشوف الكاميرات دي هتقدر توصل لحد ايه. وكالمعتاد بقى في الايفونات الجديده والحاجات الجديده بتاعت ابل كلها هيكون فيها الوان جديده. في دلوقتي تسريبات عن ان هيكون في لون احمر غامق، هيبقى حاجه قويه جدا، ولون ازرق غامق برضو. كل طبعا التسريبات دي حماسيه جدا جدا جدا، ولكن اللي مش حماسي اكيد هو اسعار الهواتف دي. النسخه ال 15 العاديه هتبدا من $800، والنسخه البلس بتاعتها هتكون $900، والنسخه البرو هتبدا من $1100، والنسخه البرو ماكس هتبدا من $1300. وبس كده، دي كل حاجه عن سلسله الايفونات الجديده ايفون 15. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب للقناه، وتفعل زر الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديوهات جديده على القناه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دلوقتي الفيديو الجاي في حفظ الله.